الغلة وجمال الغلة حبايبي، متزاولين من الشر في دور الغلة. كمل معايا الفيديو ده وان شاء الله هعرفك ازاي تتخلص من موضوع الشر المقرف ده. تابع معايا الفيديو وان شاء الله تستفيد. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الله اكبر، بسم الله تبارك الرحمن. عركة عركة، بسم الله بسم الله ما شاء الله. السلام عليكم، معاكم اخوكم ايمن عرفة. مكملين ان شاء الله في سلسله تعليم صيد الغله. هنتكلم في الفيديو النهارده عن مشكله الشر في دور الغله. ناس كتير بتعاني من الشر بيقرفهم في الدور وبيأثر معاهم في اكل السمكه الكبيره في دور الغله. ركز معايا يا اخويا حبيبي. هتكلم في الفيديو عن حاجتين، اول حاجه الاسباب وتاني حاجه العلاج. طيب هنيجي للاسباب. الشر في دور الغله سببه حاجتين: الزفر اللي انت بتزفر بيه، وفي الميه، نوع الميه. يعني اخواتنا وحبايبنا اللي بيزفروا في الدور زفر بغله بس، غله فقط لا غير. لو زفرت بدقيق والخلطات اللي الناس بتعملها دي، شيشه وبادي ودقيق والكلام ده كله، ده مش هيدخل عليك غير الشر وهترجع تعاني وتشتكي. فانت لما تيجي تزفر ابعد انك تزفر بعيش عجين او دقيق او اي خلطات اي حاجه. ما تزفرش الدور باي حاجه غير غله فقط لا غير. لو حطيت حاجه تاني ما تلومش غير نفسك، هترجع تشتكي من قصه الشر الكتير ده، هيقرفك في الدور وهيلم عليك استاكوزة الدنيا. فالزفر بالعيش والدقيق والحاجات دي بتلم الاستاكوزا والشر، هترجع تعاني. وفي حاجه تانيه برضو، الناس اللي هتقعد بالليل، لو حد قاعد على الدور بتاعك بطعم او صرصار بالنهار او بالليل، لو حد قاعد على الدور بطعم او صرصار برضه هيجم لك شر الدنيا في الدور. وفي تالت حاجه انت مالكش يد فيها بقى، اللي هي نوع الميه نفسها. في ميات بيبقى هي فيها شر كتير، خصوصا الميه الكبيره اللي هي الميه الفرع الاساسي من النيل اللي هي ميه النابوريه دي. لو لاحظت بتبقى فيها شر كتير في اي حته. وفي بعض مصارف بتبقى فيها شر، بس الغالب اللي هيقرفك في الشر ممكن تكون انت السبب فيه. زي ما بقول لك كده، نوع الزفر. فانت ركز في النقطتين دول. طيب هنيجي للعلاج. ركز معايا عشان ده مهم. بص يا اخويا حبيبي، عشان خاطر تستريح من موضوع الشر لازم تشتغل بغله، غله ناشفه، سواء زفر او تطعيم. هتيجي للغله بتاعتك، كنا احنا مثلا بنقوله ايه، تبلها يوم، لا بلها ساعه ساعتين، اللي هي تشرب شويه ميه ينيموا الغليتين على الارض. دي بالنسبه الغله اللي هتزفر بيها وتعمل بيها المرايه. تخليها غله ناشفه، تبلها ساعتين ساعه قبل ما تطلع على طول وتعمل بيها مرايتك وتزفر بيها. ده لو عندك شر كتير في الدور. طيب هنيجي لغله التطعيم، وده اللي اخواتنا وحبايبنا في التعليقات كاتبين لي ان انا ايه، برمي في غمز كتير واسحب مفيش حاجه وما بلاقيش الغله. ده كده شر طبعا، بس اللي مساعد ان هو قرفك ان الغله اللي انت بتصطاد بيها طريه. الشر اول ما الغلايتين بينزلوا الميه الشر بيجري عليها بيجسها، لو لقاها طريه بياخدها، ما لقاهاش طريه بيسيبها تاني. وخلي بالك لازم غله التطعيم اللي تشتغل بيها لازم تكون غله عاصيه ناشفه، ما تخليهاش مستويه، يا دوبك الصناره تعدي في الغلايه. ركز في الموضوع ده. لما تيجي تبل الغله مش هتبلها بقى يوم ونص او يومين، تبلها يوم وتبص عليها لقيتها بقت عامله زي الكاوتش كده، يا دوبك الصناره بتعدي فيها، وقف على كده وتروح جاي عامل ايه. ثواني هوريك كده. لا مش مسوي دايما. بص يا اخويا حبيبي، هتبل شويه اهو. بص انا عاملهم قد ايه، شويه صغيرين خالص. دول هيقعدوا معاك طلعتين. يعني دي انا مطلعها من الفريزر، دي هتصطاد بيها النهارده واحطها في العلبه دي في شويه ميه وهصطاد بيها النهارده. تروح جاي مصفي الميه وحاططها في الفريزر، هطلع بيها الطلعه الجايه بعد كده شكرا. ارميها بقى زفر او ارميها. تيجي بعد كده تاخد كيس تاني، شويه صغيرين خالص اهو. بص الكيس قد ايه، ربع كيلو يكفيك السنه كلها. ده بالنسبه لغله التطعيم. ولازم عشان وانت بتصطاد توقف معاك الشر ده ما يقعدش يغمز معاك كتير، هتعمل ايه؟ لازم تتقل مرايتك، لازم تتقل مرايتك. لو المرايه بتاعتك مش تقيله اصبح في شر كتير وغله قليله، هتيجي تنزل بالغلايتين هتلاقي حيتان رايحه تجري عليها، مش هتدي فرصه للسمكه الكبيره تاكل. هنا تعمل ايه؟ تقل مرايتك. وده جربه وان شاء الله هتلاقيه واقع، لان انا مجربه من زمان وواقع. في شر بيروح جاي متقل المرايه، الشر بيروح جاي عامل ايه؟ ملهي ملموم على المرايه. تيجي تنزل انت قدام المرايه بالغلايتين بتوعك هتلاقيهم واقفين.
هتلاقي الغمزه تقلت معاك، مش هتقعد كل شويه تغمز، لا هتلاقيها وقفت معاك، الغمزه بقى تقيل. هتاخد معاك يا سمكه كبيره يا اما خنين، هتلاقيها بتاخد وتجري. ولاحظ نقطه، لما تشتغل بغله عاصيه وفي شر، هتيجي ترمي وتركن الريشه، هتلاقي الريشه بتهمس معاك كده. التهميسه دي الشر بيروح يجسها، بيخبطها يلاقيها عاصيه بيروح جاي سايبها. فانت ما تزودش نفسك، ما تردش على السمكه غير لما تاخد ايه وتملى تروح معاك. يا هيبقى ذكر يا اما سمك خنيني هو اللي هتلاقيه واخد وجاري. لكن هيقعد يهمس معاك ده كده ما تشغلش بالك بيه، ده شر، الغلايه عاصي عليه. بس ان شاء الله لو خدت بالاسباب اللي بقول لك عليها دي، ربنا هيكرمك وهتستريح من قصه الشر. وحاجه اخيره، هتتقل مرايتك، هتلاقي الشر واقف معاك والغمزه هدا معاك، هتقعد ساعه ساعتين، بدات رجعت تاخد معاك شر كتير والغمزه راجع يبقى سريع، تقل مرايه تاني. طول ما انت قاعد زود مرايه، طول ما انت كل ساعه ساعتين طلع معاك شر وانت بتصطاد، تقل مرايتك. وما تقلقش من ان الغله كتير، ارمي غله وما تقلقش، تحت ما شاء الله الخير ياما. يا رب تكون المعلومه وصلت. ولو حد عنده اي استفسار في صيد الغله زي اخونا وحبيبنا اللي كان كاتب لنا في التعليقات اللي ردينا عليه في موضوع الفيديو النهارده، مشكله الشر، اي حد عنده مشكله في صيد الغله يكتب لي في التعليقات، وان شاء الله هرد عليه او هعمل له فيديو زي اللي احنا عاملينه ده. ويا ريت ما تنسوناش مش من الاشتراك، من الدعاء بظهر الغيب، وجزاكم الله خيرا. الكينج بيقول صلي على الرسول، واللي يقول لك الدور نايم قول له انت اللي مش باين. اول مجرم من العصابه، اول صايع، اول لص، دول مش عايزين رأفة، دول اتفرج اعمل فيهم ايه ان شاء الله، ابهدلهم الصيع دول. دعواتكم. لصوص المرايه، شكلي هقبض النهارده على التشكيل العصابي كله. على كده يا محمد، دول احكم عليهم بايه؟ انا بقول يعني احكم عليهم بالاعدام شويا ولا الاعدام قليا. ان شاء الله اقبض لك على التشكيل كله النهارده. ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. اثبت يا الصايع. بسم الله تبارك الرحمن، طلب معاك كل ده. بسم الله تبارك الرحمن. عركة بسم الله. بسم الله. تعالى يا غالي، تعالى يا صايع، تعالى يا مصيع. عافية، داخل تسرق المراية يا كلب.